الناس اللي بتنزل في الوزن وماشيه على دايت بلان ساعات ممكن يحسوا بنهم للسكريات، حاسين ان هما بيجوعوا والبلان مش كافيه ليهم والاكل مش مكفيهم. هقول لكم على كام حاجه بس تعملوها هتساعدكم جدا ان انتوا تبقوا شبعانين طول الوقت ومش محتاجين لاكل زياده عن البلان بتاعتكم. اول حاجه وهي ترتيب الاكل اللي داخل جسمنا في الوجبه دي، بمعنى ان احنا مثلا هنبتدي بطبق السلطه، بعد كده البروتين، بعد كده بندخل الكربوهيدرات. ليه بنعمل كده؟ لان كل ما بندخل الاول الاكل اللي ليه مؤشر جلايسيمي قليل فسكر الدم بيعلى ببطء، فالانسولين بيعلى ببطء، فما بنعملش حاجه اسمها الانسولين سبايك اللي هو العلو السريع في الانسولين، فبالتالي بيقلل عندنا الاحساس بالنهم وبيقلل عندنا الكريفنج ناحيه السكريات، او كمان بيقلل عندنا ان احنا نجوع بسرعه قبل ميعاد الوجبه اللي بعدها. تاني حاجه وهي شرب الميه. عود نفسك دايما قبل كل وجبه تاكلها لازم تكون بتشرب كوبايتين ميه كبار، لان اشارات الجوع اللي انت بتحسها ممكن تكون في الاساس هي اشارات للعطش بس انت بتترجمها على انها جوع. تالت حاجة حاول تدي نفسك فرصة انك تستمتع بالاكل، يعني امضغ الاكل بالراحة، ابلعه بالراحة، حاول تخلي التيست بادز اللي في بقك تحس بطعم الاكل، وتاخد على الاقل في الوجبة دي مثلا ما بين تلت ساعة لنص ساعة، بلاش تاكل بسرعة. رابع حاجة بقى واهم حاجة وهي ايه بقى؟ ما تجودش. والله زي ما بقول لك كده ما تجودش. عارف يعني ايه؟ يعني ما الدكتور بتاعك مثلا يقول لك كاتب لك مثلا كميه معينه من الكربوهيدرات وكميه معينه من الفاتس وكميه معينه من البروتين، بليز بلاش تقلل منها من نفسك. يعني ايه؟ يعني الدكتور بيبقى حاسب لك كميه الوجبه دي مثلا على اساس احتياج جسمك وعلى اساس النشاط البدني اللي حضرتك بتقوم بيه. فان كيس ان حضرتك قررت ان انت تقلل بقى، شطاره بقى، انا كده شاطر، انا كده جامد قوي، انا كده عارف اقلل من السعرات بتاعتي وعارف اقلل، انا ارادتي قويه قوي على فكره، انا عارف اقلل كميه الوجبه بتاعتي. فاللي هيحصل ان انت كده بتاخد كميه سعرات اقل من احتياج جسمك الطبيعي، فجسم حضرتك هيحس ان انت داخل على ستارفيشن، فهيريزست ان انت تنزل في الوزن، هتفضل ثابت في وزنك. بلس ان كمان هيحصل نهم بقى بعد الفتره اللي انت مسكت نفسك فيها دي كنت قوي جدا وعندك اراده قويه، اللي هيحصل ان انت بعد كده هيبقى عندك نهم شديد جدا للاكل وللسكريات وهتقضي على الاخضر واليابس. اعملوا النصايح دي وامشي عليها من 3 ل4 ايام بس وهتحسوا بالفرق وهتدعوا لي.